كان في البعض بيراهن وبيحاول بكل قوه انه يفسد منظر الانتخابات الرئاسيه ويظهر الموضوع وكانه في مقاطعه، ولكن الصور دي اثبتت العكس. واخواتنا اللي بره كالعاده كانوا في الموعد وضربوا مثال في الوطنيه وتحمل المسؤوليه، ويمكن كلنا شفنا ده بعينينا من بدايه فتح باب التصويت، واللي استمر وهيستمر لحد نهايه العمليه كلها. واللي حصل ده اثبت لنا بما لا يدع مجال للشك ان رهاننا على المصريين دايما كسبان. طوابير طويله من مختلف الاعمار كانوا حاضرين بقوه علشان يوصلوا رساله واحده مفادها ان احنا موجودين، ومش هنلتفت لاي محاولات لافساد الحدث ده اللي هيحدد مصير البلد في الست سنين اللي جايين، واللي هيكونوا في منتهى الحساسيه نظرا للي بيمر بيه العالم. واحنا شايفين الدنيا بره عامله ازاي، واحنا في مصر محتاجين هدوء واستقرار وان بلدنا تفضل قويه. والجميل ان كنت متابع بتركيز عمليات التصويت اللي بره، وما لقيتش اي حد من اللي هم المفروض مصريين وعايشين بره وليل ونهار بيشتموا فينا وفي البلد. اعتقد ان الناس دول لو فارق معاهم البلد ومهتمين بيها وفارق معاهم مستقبلها زي ما بيروجوا، كنا هنشوفهم نازلين يشاركوا ويعملوا اي منظر، لكن محدش فيهم ظهر، واحنا طبعا عارفين ليه. المشهد اللي شفناه بره ده ووطنيه المصريين اللي مفيش خلاف عليها، واثق اننا هنشوف اضعاف اضعافه في انتخابات الداخل اللي هينزل فيها كل الناس يوصلوا صوتهم ويختاروا اللي يمثلهم. وفي الاخر مش مهم مين اللي هيكسب، ولكن المهم انه هيكون باختيار الناس وبارادتهم الحره. سلام.